عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. الف صلاة عليك يا حبيبي يا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. عندي زي دي كده البني، حاسة ان هي ماشية مدروخة كده، فطبعا ما عندهاش اسهال ولا عندها اي حاجة، بس انها جنة كده، فده حاجة تقلق يعني. والجو وحش جدا يا جماعة الأيام دي، شوية بيبرد وشوية بيحرر. ميكروب في الجو في الفراخ البيضاء والفراخ البلدي، فربنا يسترها كده وما توصلش للحمام يا رب. فيروس خطير يا جماعة ماشي في الطيور. أنا كان عندي فراخ بياضة بلدي ماتت كلها في يومين، فربنا يسترها. فاحنا شايفين ماشية ازاي البن دي. لازم نقعد معاهم يا جماعة ونبص عليهم ونشوف ايه اللي تعبان وايه اللي سليم، عشان ربنا ما يجيبش حاجة وحشة، وننهض الحاجة اللي هي تعبانة او حاجة كشة او حاجة واقفة كده سقعانة، فننهضها على طول راحة جنب الواحدة تحت القفص. فانا ملاحظاها كده من امبارح، فعلشان سلمنا عالي ما بطلعش الا هي مرة في اليوم، فما عرفتش ادي لها حاجة امبارح. فالنهارده بقى نديها مضاد حيوي قوي كده يحوش عنها لو فيها اي تعب. هو مش باين، مش يعني وشها حلو وما عندهاش اسهال ولا حاجه ظاهره عليها يعني، بس هي كشه كده. تعالي اطلعي هنا كده، فننهضها يعني. الحمام كله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمام كله زي الفل الحمد لله. ربنا يسترها يا رب ويعدي الجو المتقلب ده على خير، اللهم امين. فانا عامله لهم يا جماعه بصل على توم وعصر عليه ليمونتين كده. جايبه عباره عن ربع كيلو بصل تاني يعني كبار، وراسين توم كبار، وقمت ضربهم في الكبه اهو يا جماعه، وضربتهم في الكبه. انا كل مره بضربهم في الخلاط عشان بعمل لهم ميه، فالميه ديت بيشربوها في الميه، بس بعد ايه بقى ممكن تقعد قدامهم يومين لغايه ما ريحتها تطلع واكبها. وعلى فكره ببقى معطشاهم جدا، ببقى معطشاهم وعمالين يلفوا حواليها وعطشانين، وبيبقى عندهم زغالين عايزين ياكلوها. ما بيعرفوش ياكلوها لما يشربوا، والميه قدامهم ومش راضيين يشربوا. فانا عملتها ناشفه اهي في الكبه، فلما صلى على النبي ضيعها لهم في الاكل يعني. كده يا جماعه الكبسه بتاعتهم بسم الله. هيشموا ريحتها برضو بيرجعوا لورا، بس غصب عنهم لازم ياكلوها، وانا مش مكتره لهم الكلفه يا جماعه. هم الاكل ده قدامهم من امبارح ومعطرينه جدا، فانا النهارده بقى ايه مش حاطه. انا كنت بكتر لهم عشان اما اطلع لهم على مهلي ما يجوعوش. هما بقى غصب عنهم هياكلوها، لان لما بحطها لهم في الميه يا جماعه لا يمكن بيرضوا يشربوا الميه، ان كان البصل والثوم او الشيح. شايفين شموا الراحه من بعيد ازاي، وقفوا يتفرجوا ازاي. حاجه غريبه والله. انا بشوف الحاجه لما بتعطش بتشرب من اي دواء بنحطه، يعني الطيور اللي بره اي دواء بحطه بيشربوا منه، خاصه البط يعني. احط لهم بصل، احط لهم ثوم، احط اللي احطه بيشربوه، الا الحمام. حاجه غريبه، مش غريبه، هو الحمام معروف ما بيشربش الا الميه النظيفه. اي ميه فيها ريحه ما بيرضاش يشربها، الميه لو باتت عنده ما بيرضاش يشربها، هو حمام متعود عليها. يا ترى كل الحمام كده يا جماعه؟ لو كل الحمام كده اكتبوا في الكومنتات كده وقولوا لي. لو حطيت له عصير البصل والثوم في الميه ما بيرضاش يشربها، احط له شيح ما بيرضاش يشربه. انا حطيت له خل قليل لو شربه، على اساس ان انا بحط نسبه وسطيه يعني. فربنا يهدي كده ويصلح الحال. انا حطيتها لهم على الاكل غصب عنهم هياكلوا، والبصل والثوم هيجي مع الاكل كده، ممكن يسيبوا بواقي بسيطه كده. ان سابوا البسيط كده في الاخر كده بيقعدوا ينقروا في كده وياكلوه. فربنا يهدي كده ويبارك لنا ولكم يا جماعه، اللهم امين. وما يجيبش حاجه وحشه يا رب. هي فرد الحمام اهي البني اهي،
شايفين مشيتها كسلانه ازاي؟ انا عايزه ربنا يسترها كده ويعدها على خير يا جماعه، اللهم امين. يبداوا بقى ينكشوا وينقروا بس حبايه الذره بس، ويسيبوا الباقي، بس لما يجوعوا بقى غصب عنهم هياكلوا. ما بدور لهم على اي حيله، في الميه مش عاجبهم، في الاكل مش عاجبهم، اعمل لهم ايه بقى؟ وانا ما بديش دواء اللي هو البشري ولا البيطري ولا اي حاجه من دي، بحط لهم دايما اعشاب والبصل والثوم والحاجات اللي من البيت. مهما كان بلدي يا جماعه، زي الانواع الغاليه الزينه يعني، فالبلدي اي حاجه بحطها له من البيت. وواحد الله يسهل له في الكومنتات، يعني سبحانك يا رب، يعني هو الواحد اللي دخل في الكومنتات وعلق، ويا ريته علق تعليق يفتح النفس. بيقول لي ده حمام بلدي روحي كليه. طب ما انا جايباه بلدي عشان اكله، وحد طاير ياكل حمام؟ باكل حمام، انا اللي باكله يا سيدي، ما تزعلش. يا ريتك عندك حمام بلدي وتاكله. لو عندك حمام بلدي هتستخسر تاكله، هتروح تبيعه ولا تعمل بيه ايه؟ مش هتشحته، هتروح تبيعه، مش هيهون عليك تاكله. انما انا الحمد لله جايباه بلدي عشان اكله، وجايبه روماني برضو عشان اكله، وجايبه لاحم برضو عشان اكله. 3 انواع دول يا جماعه موجودين عندي، وجايباهم عشان اكلهم الحمد لله. اصل الوقت انا مانيش واحد من الشباب اللي زيكم كده اللي بيربوا حمام عشان يبيعوه ويتاجروا فيه. انا ما بتاجرش فيه، انا جايباه مزاجي والقناتي والاكل، والحمد لله احمد ربنا واشكر فضله. بس احاول برضو اجيب زينه، عشان بس اللي علق لي في التعليقات اعصابه تهدى شويه. بس هجيب زينه برضو، وبتفرج بقى على الزينه بقى اما تدخل القناه. ورضا يا رب، والحمد لله. في ناس ما هماش قادرين يجيبوا ولا بلدي ولا فرنجي، فالحمد لله اللي بقدر عليه بجيبه، اللي اعرف اربيه يا جماعه. يعني الحمام اي حد يربيه، اي حد. احنا ستات البيوت بنربيه، واحنا الفلاحين بنربيه، واحنا اللي مش عارفين اي حاجه بنربيه. ورضا الحمد لله، وربنا يساترها معانا، وربنا يوسع علينا وعليك وعلى السامعين، ونجيب اعلى من البلدي، اللهم امين. وايه يا جماعه الحمامه اللي كشه دي يا ترى من تغيير الجو؟ فهتاكل بقى باذن الله كده من الاكل دوت، وهتبقى حلوه باذن الله. هبقى اصورها لكم اهي، تعرفوا شكلها البنيه اللي في الاخر دي، ما هياش باينه من تحت القفص. البنيه اللي على الشمال، في بنيه على اليمين ماشيه حلوه اهيت ما شاء الله ربنا يحميها، لكن في بنيه على الشمال الذكر الابيض بيحوم حواليها اهو. في الفيديو الجاي اوريها لكم وهي صحتها حلوه باذنك انت يا رب. هو البلدي كده يا جماعه حمول، بيتحمل اي حاجه، فانا بجيب البلدي عشان كده. فالحمد لله رضا يا رب. المهم يطلعوا لنا شويه زغاليل بلدي جمال كده عشان ناكلهم برضه، والحمد لله. وكلمتين حلوين كده يا جماعه في الكومنتات كده يفتحوا النفس، ما يصدوش النفس. واكل الحمام ما يصدش النفس، ده يفتح النفس جدا. المهم ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب، ويكون صحته حلوه كده، بلدي بلدي بس يبقى صحته حلوه وبينتج حلو. اللهم صل على النبي. بفتح بس مباشر الساعه 12 بالليل. تتفضلوا كده تنورونا فضلا وليس امر. اللهم صل على النبي. فيديو صغير كده، يا رب يكون عجبكم، والقناه كده تكبر كده بلايكاتكم الجميله وبنفسكم الجميل. وشكرا لكل اللي وصل معايا لاخر الفيديو، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.